مساء الورد. عايزه احكي لكم حكايه صغيره كده من حكاياتي. كان في راجل فقير قوي، هو معتقد ان هو فقير، ما حيلتوش اي حاجه، ما عندوش اي حاجه. روح البيت كالعاده يائس بائس، حاسس انه فقير، حاسس انه ما يمتلكش حاجه خالص، حاسس ان هو ما عندوش اي حاجه في الدنيا. في اليوم ده قلع العبايه بتاعته وحطها على الكرسي ونام على السرير. وهو نايم لقى حرامي بينط من الشباك. قال طب انا هقوم واوجع دماغي ليه؟ كده كده مفيش حاجه اصلا ياخدها، هيقعد يلف شويه وياخد بعضه ويمشي. الحرامي دخل من الشباك وامان خالص ان الراجل نايم، فقعد يدور 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 ويلف هنا ويلف هنا ويدور هنا ويدور هنا ويدور هنا، مش لاقي حاجه ياخدها. فالحرامي بيكلم نفسه بقى وبيقول بصوت عالي: هو انا جيت على الفاضي؟ هو انا كده جيت من غير فايده؟ طيب اشوف اي حاجه استفاد بيها. بيبص كده بعينه، لقى العبايه محطوطه على الكرسي، بيمسكها كده. طبعا صاحب البيت نايم بس شاف هو بيعمل ايه، لقى بيبص في العبايه ولسه هيلبسها علشان ياخدها ويمشي. قام بسرعه صاحب البيت وانقض عليه وضربه ومشاه عشان ما ياخدش العبايه بتاعته. العبايه اللي ستراه، العبايه اللي بتستره، عشان لما يمشي بحاجه ستراه. اوقات كتيره بيبقى عندنا حاجات سترانا بس احنا بنعتقد ان هي ملهاش قيمه، ومش بنحس بقيمتها غير لما بتتاخد مننا، غير لما حد بيجي ياخدها. ساعتها بنمسك فيها ونكلبش فيها ونحس ان هي بالنسبه لنا مهمه، رغم ان هي في الاول ما كانتش مهمه واحنا ما كناش حاسين بوجودها اصلا. الستر، عندنا حاجات كتير قوي سترانا بس احنا اللي مش حاسين واحنا اللي مش عارفين. بنحس امتى؟ لما بتتاخد مننا، لما ربنا بيسلبها مننا.